هذه المذاهب والفتاوى والأقوال إنما هي بمثابة النجم الذي يستدل به الإنسان على القبلة. فإذا عاين الإنسان الكعبة هل يحتاج أن ينظر إلى النجم؟ لا يفعل هذا عاقل. إذن من وقف على الحق ووصله الدليل من الكتاب والسنة فإنه لا يحتاج ثمة أن يرجع إلى كلام أحد. المهم أن يتحقق من صحة الدليل ومن صحة الاستدلال، أن تكون آية أو يكون حديثا صحيحا، ثم أن يتحقق من المعنى بأن لا يفهم المعنى فهما خاطئا، ثم بعد ذلك فليشد يده بهذا الدليل ولا يبالي بأحد ولو خالف في ذلك أهل المشرق والمغرب، وإن كان الدليل ولله الحمد من الكتاب والسنة منصورا، ولا يمكن أن لا يكون على هذا أو أن لا يكون ثمة قائل بهذا الدليل من أهل العلم، هذا مستحيل، بل لا بد أن يكون قد قيل بهذا القول وإن كان يعلمه من يعلمه أو يجهله من يجهله.